عزيزي اهلا بيك في حلقه جديده من اضطراب في الكبسوله. عزيزي اهلا بيك في الجزء الثاني من اضطراب الوسواس القهري. في الجزء بتاع الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الاسباب والاعراض، وكمان اتكلمنا عن ايه التعريف بتاع الوسواس القهري والفرق بين الوساوس العاديه والوساوس اللي هي المرضيه. في الجزء بتاع النهارده هنتكلم طرق ونصايح والعلاج كمان. خليك معايا عشان تتابع وتستفاد اكتر. واول حاجه هنتكلم عنها النهارده ايه علاقه اضطراب الوسواس القهري بالاضطرابات الاخرى. من الاضطرابات اللي بتتدخل مع الوسواس القهري وهي اضطرابات القلق، وطبعا عارفين ان احنا الوساوس اصلا بتسبب لنا قلق، وعشان كده مريض الوسواس بيعمل افعال قهريه عشان يقلل القلق دوت. طب في دراسات اتعملت على الموضوع دوت، ايه النتائج بقى اللي لقوها؟ لقوا ان مرضى الوسواس اكتر عرضه للاصابه بامراض زي الاكتئاب والفصام اكتر من مرضى القلق، في حين ان مرضى القلق اكتر عرضه اللي هم الانتحار او شرب كحوليات والمخدرات اكتر من مرضى الوسواس. طب انت تعرف يا عزيزي ان في فرق بين اضطراب الوسواس القهري والشخصيه الوسواسيه القهريه؟ مرضى الوسواس القهري بينشغلوا ان هم بيكون عندهم الكمال، وبيحبوا دايما طبعا كل حاجه تكون كامله جدا والمثاليه في كل حاجه، ويبقى عندهم ضمير طبعا زايد. ده بالنسبه لهم او ده بيسبب لهم تاثير سلبي على حياتهم، وكمان بيميلوا شويه للبخل، وان هم بيبقوا خايفين ان هم يتخذوا قرار في اي حاجه يطلع غلط ولا حاجه، لان طبعا اي حاجه بالنسبه لهم بتسبب القلق. هم بيحاولوا يتجنبوا الموضوع ده كله. على عكس اصحاب الشخصيه الوسواسيه، دول بينشغلوا بالاعمال بتاعهم، ان هم يكونوا يطلعوا الشغل بتاعهم كويس جدا، وكمان التفاني والتأني في العمل بتاعهم. وبالنسبه لهم الموضوع او المعايير الاخلاقيه هم بيشددوا عليها، والضمير الزياده جدا. الفرق بين الاثنين ان اصحاب الشخصيه الوسواسيه بالنسبه لهم حوار ان هم يكونوا التدقيق او المثاليه في اي حاجه، دول بالنسبه لهم حب وتفاخر، وبيساعدهم وما بيأثرش بالسلب على حياتهم بشكل كبير، او مثلا بالنسبه لهم يبقى مشكله او اي حاجه، بالعكس هم عايشين حياتهم عادي. اما بقى مرضى الوسواس القهري فده بالنسبه لهم عادات بالنسبه لهم غير مرغوب فيه، وحاجات هم مجبرين ان هم يعملوها عشان يقللوا التوتر بتاعهم، وبالتالي بيبقى عندهم خلل وظيفي وعقلي كمان، وبيأثر على حياتهم سواء المهنيه او الحياه اللي هي الاجتماعيه العاديه. ودلوقتي هنتكلم عن النظريات اللي فسرت اسباب الاصابه بمرض الوسواس القهري. واول نظريه معانا وهي النظريه البيولوجيه اللي بترجح اسباب الاصابه لاسباب عضويه، زي مثلا الوراثه اللي اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت، او مثلا خلل في النشاط الفسيولوجي زي مثلا لما يكون خلل في الاعضاء او خلل في التركيب الكيميائي للدم. ثاني نظريه معانا وهي نظريه التحليل النفسي اللي شايفه ان اسباب الاصابه نتيجه لصراعات نفسيه داخليه، وكمان افكار ومشاعر مكبوته ما عرفش الانسان يعبر عنها، فبالتالي اتحولت لافكار وسواسيه وافعال قهريه. وثالث نظريه النظريه السلوكيه اللي بيعتمد اصحاب النظريه ديت ان الوسواس القهري مثير شرطي للقلق. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المريض اللي هو الوسواس القهري دوت بيربط بين السلوك القهري والقلق، يعني ان هو كل ما بينفذ السلوك القهري دوت القلق بيقل، فبالتالي هو خلاص السلوك ده بالنسبه له مدعم، فهيعمل كل مره السلوك القهري دوت عشان يقلل القلق بتاعه. بعد كده هنتكلم عن طرق العلاج المستخدمه في علاج امراض الوسواس القهري، بس مش معنى كده ان احنا نستخدم الطرق دي في ان احنا نعالج الناس اللي حوالينا او نعالج حتى انفسنا. لازم طبعا في الاول وفي الاخر نسال او نستشير اخصائي متخصص في الموضوع ده. واول طريقه معانا هو العلاج المعرفي السلوكي. بيعتمد اصحاب العلاج السلوكي على نظريه التعلم، في ان هم مثلا شايفين ان اي اضطرابات عصبيه وطبعا منها الوسواس القهري ما هي الا سلوك سيء متعلم، وكمان عادات غير مرغوبه متعلمه، فهو بيحاول هنا ان هو يوقف السلوكيات ديت ويبدلها بسلوكيات ايجابيه. وبيركزوا هنا على ان هم يغيروا الافكار السلبيه والافكار والعادات اللي هي غير مرغوب فيها، ان هم يخلوها تبقى التفكير بتاعهم بالنسبه لهم ايجابي وعادات وسلوكيات مقبوله في المجتمع. وكمان بيشجعوا مريض الوسواس على ان هو مثلا ممكن يفكر الافكار اللي هي الوسواسيه من غير لما يلجا او مثلا ان هو يتجه ان هو يعمل الافعال القهريه. وتاني طريقه هو العلاج بالادويه، ومنها بقى المضادات الاكتئاب اللي بتستخدم في ان هي تساعد ان هي تقلل من القلق والاكتئاب المصاحب لامراض الوسواس القهري، وكمان مضادات الذهان اللي بتستخدم في الحالات الشديده جدا. وثالث حاجه وهي المثبطات اللي بتستخدم في اعاده امتصاص السيروتونين في الجسم. وثالث نوع هو العلاج الجماعي اللي بيساعد ان الجميع بنفس اللي مروا بنفس التجربه ان هو كل واحد يشارك تجربته ويحكي على اللي حصل معاه، عشان طبعا كمان يقلل الاحساس او الشعور بالعزله، وان هم مش لوحدهم اللي حصل لهم الاضطراب ده. ورابع حاجه في شويه طرق للعلاج بتكون بتساعد برضو العلاجات الكبيره، زي مثلا طريقه الاسترخاء او التنفس العميق او التامل، وكمان اليوجا اللي هي بتساعد ان هي تقلل التوتر والقلق بتاع الجسم، وكمان التمارين الرياضيه اللي بتساعد في ان هي تحسن الحاله المزاجيه للمريض.
ولازم طبعا قبل اي طريقه لازم ما نهملش الدور المهم للبيئه اللي بيكون حوالين مريض الوسواس القهري او اي مريض تاني، لان البيئه بيكون لها دور مهم جدا في ان هي العلاج دوت يكون ليه نتيجه، واللي كمان المريض يتم التعافي باذن الله على خير. فاحنا دلوقتي هنقول شويه ارشادات ونصايح لازم اللي حوالين المريض يلتزموا بيه. واول حاجه هو فهم المريض والاضطراب بتاعه، عشان طبعا لازم يكون متفاهم الاضطرابات والتصرفات اللي هو بيعملها، وكمان ما ينفعش تقلل من المعاناه او السلوكيات اللي هو بيعملها، لان ده بيتسبب له في الاول وفي الاخر الام جدا، لانه طبعا بيحس ان اللي حواليه بيقللوا من مشاعره. وتاني خطوه ان انا اشجع مريض الوسواس القهري ان هو يقدر يلتزم بالعلاج اكتر واكتر، وكمان ان هو يستمر فيه، وانه ما ينفعش ان انا الومه واقعد اقول له انت ليه عملت التصرف ده، لان التصرفات دي اصلا هو بيعملها غصب عنه. وكمان ما ينفعش اقارنه مثلا واتجنب، لازم اتجنب ان انا اقارنه بينه وبين مثلا حد تاني، اقول له شوف ده مش عارف احسن منك، طب ما ده عنده نفس المرض. ما ينفعش طبعا اقارنه باي حد تاني. كمان اساعد المريض ان لازم يكون انمي المهارات بتاعته والسلوكيات بتاعته طبعا عشان تبقى سلوكيات ايجابيه، وكمان لازم يبقى عندي صبر عشان العلاج او التعافي بيحتاج وقت كتير. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا ونهايه اضطراب جديد، ويا رب طبعا تكونوا استفدتوا من الحلقه واستمتعتم كمان. انتظروا قصه قويه جدا عن اضطراب الوسواس القهري. سلام.